ده كريتوس كان محارب قوي أبح، وحاليا هو زعيم الحرب بعد ما قتل إيريس وخد مكانه في الحكم. وده زوس، يبقى كبير الزعماء وحاكم أولمبس، والكلمة كلمتي والشورى مشورتي. ودي أتينا، كانت صنم بيسمع وبيتكلم الجزء الأول، معرفش ازاي، بس هي اللي ساعدت كريتوس إنه يخلص على إيريس، بس ربنا هداها الجزء التاني وبقت بني آدم عادي قشطة. بتبدأ الحكاية بكريتوس وهو في القصر بتاعه، وبيبقى في حرب دايرة في مدينة اسمها رودز، وكريتوس بيبقى عايز ينزل عشان يحارب، فأتينا بتحاول توقفه وبتقول له بلاش تنزل عشان انت كل مرة بتنزل مدينة بتجيب ظروفها، وعلى الدغري كل مرة انت بتعمل كده الزعماء كلها بيقلبوا عليك وانا اللي بشيل مكانك في الآخر. فقال لها خلاص ما تشيليش حاجة عشان ظهرك، انت ست كبيرة برضه. قالت له ولا ما تنساش نفسك، انا اللي عملتك. قال لها ايه ده انت بتعايريني؟ طب اهو، وبينزل ديب بتخ بام تك وبيجيب عليها وطيها. بس في نفس الوقت ده بنشوف أتينا اتحولت لغراب ونزلت ورا كريتوس، خدت منه كل القوة بتاعته وحطتها في التمثال اللي شبه الاسكندر الأكبر ده، وأبو اسكندر ده بعدها بيبقى مش حالل كريتوس، بس كريتوس بياخد عينه وإيده وبيشوهه خالص، لحد ما بنسمع صوت زوس وهو بيكلم كريتوس وبينزل له أقوى سيف في أولمبس، ذا بليد اوف أولمبس، وده السيف اللي خلص بيه على التايتنز أو العمالقة. فزوس بيقول له السيف اهو، وابو اسكندر عندك هناك اتعامل بقى. وفعلا كريتوس بيروح بيديله واحده عيد ميلاد جارحه انا في بطنه، وبيدخل جواه ولا مؤاخذه بيلعب له في اساسه لحد ما بيجيبوا الارض. وكريتوس لما بيخرج لسه بيقول يا اولمبس ما فيكيش راجل وبتاع، راح التمثال بام اداله كف وهو بيقع طاير السيف من ايده. بس بعدها بنشوف كريتوس وهو بيضعف وقوته بدات ان هي تقل، ولبس الزعماء اللي عليه بدا ان هو يقع حته حته، في نفس الوقت اللي بنشوف زوس وهو داخل عليه وبيبقى جايب اخره منه، وبيقول له ان هو زعيم حرب فاشل ومدمر واولمبس كلها في خطر بسببه، وفي الاخر بيقول له يا تخضع وتعيش باوامري يا اما هقتلك. وكريتوس طبعا مش بيوافق ان هو يخضع لحد، وبيبقى شايف ان زوس خاين، فزوس بيقتل كريتوس بسيف اولمبس، وبيقول له ان عمره ما هيبقى حاكم اولمبس، وان الدايره بتاعت الحكم اتقفلت عنده هو كزوس. وكريتوس وهو بيطلع في الروح بيقول له هندمك على اللي انت عملته ده، وبعدها زوس بيمشي وكريتوس بيموت، وقصه النهارده بتبتدي. بس قبل ما نبدا ما تنساش ان انت تعمل لايك عشان ده فعلا بيساعد، ولو اول مره تشوفنا ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا احمد فارس، ودي قصه كريتوس في جاد اوف وور 2، وعشان وقتي ووقتك كريتوس بيموت وبينزل تحت الأرض، بس وهو نازل بيسمع صوت بيكلمه عن طريق كل الأشخاص اللي بيفتكرهم وهو بيموت، والصوت ده بيقول له إن الموت ده مش علشانك وإنت زعيم وأسد يلا في إيه وبتاع. وفي الآخر كريتوس بيدرك إن الصوت ده فعلا حقيقي مش هلوسة موت، وبيسأل مين اللي بيتكلم، فبترد عليه دي جايا، ودي واحدة من جيش التايتنز اللي زوس اكتسحهم زمان، وبتبقى هي كمان عايزة تنتقم من زوس، وبتقول لكريتوس إنها هتساعده. وركز بقى في الحتة دي عشان الحتة دي هي اللي مبني عليها سيناريو الجزء التاني كله أصلا. بنعرف منها إن في 3 اخوات اسمهم ذا سيسترز اوف فيت، ودول عندهم القدرة إنهم يتحكموا في الزمن، وبما إنه هو دلوقتي مش زعيم واتكرش من أولمبس ومعهوش سيف أولمبس اللي المفروض يخلص بيه على زوس، فالحل الوحيد دلوقتي إن هو يوصل للإخوات دول عشان يرجعوه بالزمن عند اللحظة اللي زوس قتلوا فيها، ويقتل هو زوس، وبكده كل حاجة هتتغير وكله هيبقى تمام. فهو بيقول لها سمير وشهير وبهير ده صح؟ فبتقول له مالك كده أسد يلا في إيه؟ وبعدها بنشوف الجرح اللي في بطنه بيتقفل، وبيبدأ إن هو يطلع من تحت الأرض، ولما بيطلع على فوق الأرض بتقفل بشكل احترافي عشان الجرافيك ديزاينر عيل صايع. ومن هنا بتبدأ رحلة كريتوس على ظهر هذا الحصان الجامد فشخ في البحث عن ذا سيسترز اوف فيت عشان يرجعوه بالزمن للحظة موته عشان يقتل زوس. المهم ان كريتوس بيشق طريقه وبيبدا رحلته، وفي السكه بيعدي على مكان اسمه لاير اوف ذا تايتن او وكر العمالقه، وهناك بنشوف عم احمد اللي شبه الراجل اللي حرر العبيد في امريكا زمان ده، وبيبقى حارس الوكر واسمه تايفون، فبيقول له خد يا زميلي رايح فين الحصان ده يلزمني. وطبعا المنتج كافر ابن وكريتوس لسه راجع من الموت ومعهوش اي قوه خارقه يواجه بيها الكائن العجيب ده، فبيلف في الوكر عشان يشوف هيتعامل مع عم احمد ده ازاي عشان ياخد حصانه ويتكل على الله يكمل رحلته. المهم ان هو لما بيطلع بره بيلاقي واحد متسلسل ومتعلق على دراع تايفون وصقر كبير عمال ينهش فيه، وبنعرف ان اسمه بروميثيوس، وده كان بيساعد الناس زمان وبيزودهم بطاقه النار. وزوس اعتبر ان اللي عمله ده خيانه، ومن ساعتها حبسه هنا للابد، وخلى الصقر ده ياكل فيه ويموته وهو يصحى تاني، والصقر ياكل فيه تاني وهو يصحى تاني، وهكذا بقى للابد. وحله الوحيد عشان يرتاح من اللي هو فيه ده انه يتحرق في نار اولمبس اللي تحتيه على طول دي، والكلام رسي في الاخر على حرقني وريحني مقابل قوه النار اللي عنده. وكريتوس بيقول له يا سلام بس كده، فبيدخل يفع عين عم احمد ده وبياخد منها نبله بيفقع له بيها عينه الثانيه، وبعدها بيرجع لبروميثيوس بيوقعه في النار وبياخد منه القوه بتاعته، وبعدها بيرجع تاني لعم احمد ده بيستخدم القوه دي عليه عشان يحرر الحصان بتاعه، وبيقول لتايفون هتوحشني يا عم سلامه ياما، وبيكمل رحلته في البحث عن ذا سيسترز اوف فيت. المهم ان كريتوس في السكه بيحارب وحوش معاهم اسلحه جامده، بس لو كانوا في 2025 كانت اسلحتهم هتبقى اجمد لو السكنز بتاعتهم من سكين كلوب. سكين كلوب هو اكبر ستور لسكنز اسلحه لعبه كونتر سترايك في العالم،
وطبعا كونتر سترايك دي لعبه الطفوله في سايبرات مصر كلها، يعني غنيه عن التعريف. وعشان كده انا جاي لك النهارده بحاجه بلس 18. مجموعه لعيبه محترفين قرروا انهم يعملوا اكبر ستور باجدد واحدث سكنز للاسلحه في لعبه كونتر سترايك 2 حرفيا، من اول السكينه لحد ما اشوف خيالك يوديك لحد فين. ده غير ان انت تقدر تصنع الكيسز بتاعتك بالسكنز اللي على مزاجك، يعني ببساطه تختار سكنز اسلحتك تحطها في الكيس بتاعتك وتنزل الجيم بام تلاقي الكيس اللي انت حضرتها مستنياك. ده غير ان انت تقدر تعمل ابجريد للاسلحه بتاعتك وتتابع ايفنتس وتدخل باتلز. ده غير الديلي كيسز اللي بتنزل على الستور كل يوم. سكين كلاب مش بس ستور، ده كوميونيتي كامل بيساعد بعضه. يعني انت لو معاك كيس وخلاص زهقت منها فانت تقدر تعمل لها اكستشينج عادي. ولو ما تعرفش، كل كونتر سترايك 2 تورنمنتس على مستوى العالم اللعيبه اللي فيها كلهم السكنز بتاعتهم من سكين كلاب. ودلوقتي الدور عليك، سجل دلوقتي وخد لفه هناك. ولو سجلت عن طريق اللينك اللي في الديسكريبشن او اول كومنت او البرومو كود ده، هيبقى ليك بونص 7% على كل عمليه شراء بلس 18 وتطبق الشروط والاحكام. اشوفك في الباتل يا بطل. وبنرجع لكريتوس تاني وهو طاير وبيحارب الوحوش، بس واحد منهم بيوقع الحصان بتاع كريتوس، وكريتوس بيقع في معبد اسمه لاكيسيس، وده معبد على اسم واحده من الاخوات ذا سيسترز اوف فيت اللي كريتوس بيدور عليهم. المهم ان كريتوس بيدخل المعبد وبياخد لفه فيه، وبنفهم ان ذا سيسترز اوف فيت عايشين على الجزيره اللي قدام المعبد، والجزيره دي مربوطه بسلاسل ضخمه معديه من جوه المعبد ومربوطه بالحصينه العملاقه دي، والحل الوحيد انه يسوق الحصينه دي عشان يحرك الجزيره ناحيه المعبد عشان يعرف يدخلها. وحاسك انك مش فاهم، تعال افهمك. دلوقتي كريتوس هنا في المعبد ده، معبد لاكيسيس، وعايز يوصل للجزيره دي عشان ذا سيسترز اوف فيت هناك. فالجزيره دي بقى متوصله بسلاسل معديه من وسط المعبد ده ومربوطه بحصينه من الناحيه التانيه من المعبد. وبما ان كريتوس حصانه اللي بيطير مات وهو عايز يعدي للجزيره دي، فهو محتاج يسوق الحصينه اللي مربوطه بالجزيره دي عشان يحرك الجزيره نفسها ناحيه المعبد، وبكده يقدر يدخل الجزيره. اتمنى تكون فهمت ويلا نكمل. المهم ان كريتوس بعد ما بيعرف هو هيعمل ايه، بنسمع صوت جايا وهي بتتكلم معاه، ولما كريتوس بيسألها هي بتساعده ليه، بنعرف من اجابتها حكايه زوس كامله من اول ما اتولد لحد ما خانها هي وكل التايتنز وخلاها عايزه تنتقم منه. وبنعرف ان زوس اصلا يبقى ابن كريتوس العملاق من التايتنز، وكرونوس كان خايف ان عياله يكبروا ويقلبوا عليه وياخدوا منه الحكم، فقرر انه ياكلهم واحد ورا التاني. وبعد ما كرونوس اكل عياله كلها وجت دور على زوس، امه بعتته مع صقر كبير عشان يخبيه في مكان بعيد عن كرونوس، وادت كرونوس لفه فيها طوب على اساس انها زوس وهو بيبلعها وبتعدي. وبنعرف ان جايا هي اللي خدت زوس من وهو طفل وربته لحد ما كبر، وبتبقى ربته على ان هو لازم يحرر اخواته من كرونوس. ولما زوس شد حيله وعرف ان كرونوس ابوه واللي عمله زمان، غدر بالتايتنز كلهم من ضمنهم جايا اللي ربته، وقرر انه يعاقب التايتنز كلهم على غلطه ابوه. وده السبب الحقيقي اللي مخلي جايا تساعد كريتوس عشان ينتقم من زوس. المهم ان كريتوس بيقول لها معلش وبيكمل جوه المعبد لحد ما بيوصل للبوابه اللي هتوصله للجام بتاع الحصنه، وهناك بنشوف ده تيسيوس، وده يبقى حارس وسواق الحصنه، وطبعا مش بيعدي كرونوس، وبيبقى مستقل بيه بقى وقاعد يقسم عليه وبيقول له يلا بقى حجمك صغير ليه كده، فين قوه الزعماء وراحت عليك وبتاع الشويتين دول. وبيبقى الكلام مع تيسيوس على روحي من اجل ذا سيسترز اوف فيت وبترسي على تعالى عاركني. فكريتوس بيقول له تمام، اهو 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 تاني، وبياخد منه مفتاح البوابه وبيعمل كل اللازم عشان يقدر يسوق الحصنه. وكرونوس بيظهر له في النص وبيقول له طالما حربنا بقت واحده يبقى خد، وبيزوده بسلاح التايتنز، وده بيبقى حاجه عامله زي الكهرباء كده. وبتمشي الدنيا وكريتوس في الاخر بيوصل للجام، واخويا الخيال بيسوق الحصنه والجزيره بتتحرك، وكده كريتوس يقدر يكمل رحلته والدنيا جميله. وبعدها بيضرب المشوار ده كله تاني وبيرجع على المعبد، بياخد حجر بيبطئ الزمن من تمثال لاكيسيس، وبعد كده بيعدي من المعبد بيروح على الجزيره عشان يفتح البوابه بالحجر ده، وبيكمل طريقه وبيدخل اول منطقه في الجزيره وهي ذا باج اوف ذا فورجاتن او مستنقع النسيان. المهم ان كريتوس اول ما بيدخل جوه ويادوب بيمشي خطوتين بيلاقي ده في وشه وبيجرجره على الارض وبيقول له فاكرني، وده يبقى قائد جيش البرابره اللي كريتوس قطع راسه زمان لما نادى على ايريس عشان ينقذه في الجزء الاول، والراجل ده دلوقتي هو كبير مستنقع النسيان. فكريتوس بيرد عليه وبيقول له فاكرك يا ابن وبيمسكه يفشخه تاني وبياخد منه سلاحه وبيخلص عليه بيه. وبعدها بيكمل طريقه وبيروح على معبد اسمه يوريال، وهناك بياخد درع اسمه جولدن فليس من بق وحش حرفيا، وبعد كده بيرجع تاني على باب المعبد عشان يفتحه بالجولدن فليس. ولما بيدخل جوه بنشوف يوريال نفسها، ودي تبقى اخت مادوسا، فكريتوس بيقتلها وبياخد دماغها عشان هيستخدمها، وبيكمل في طريقه من تحت المعبد لحد ما بيوصل لمكان اسمه ذا هول اوف اتروبوس، ودي قاعه على اسم تاني واحده من الاخوات الثلاثه اللي كريتوس بيدور عليهم. المهم انه لما بيوصل هناك بيلف في القاعه شويه لحد ما بيوصل لده
بريسيوس، وده واحد من حراس المعبد وبيبقى عنده قدرة الاختفاء وبيحكها في السيسترز عشان يراقوه. فكريتوس بيمسكه بيدغدغه وبعدها بياخد منه الدرع اللي معاه ده عشان هو اللي يهمه في الليلة دي كلها، وبعدها بيكسر بيه الحيطة، وبعدها بيفتح بوابة قاعة أتروبس عشان يكمل رحلته في البحث عن ذا سيسترز اوف فيت. بس في طريقه بيقابل الراجل المجنون ده إيكاروس، وده برضه واحد واقع على دماغه متوهم وبيحكها عشان يوصل للسيسترز، بس كريتوس جايه معاه بالأجنحة اللي هو لابسها، فبيقول له خد يا زميلي الأجنحة دي تلزمني، فبيمسك فيه وبياخده وبيقعه من فوق، وكريتوس بيفضل يلطش له لحد ما بياخد منه الأجنحة، وإيكاروس بيقع في القاع وبيموت، وزوس بيتحبس تحت الأرض مع الكائن ده أطلس. وأطلس ده من التايتنز، وكان في بينه وبين كريتوس حكاية زمان أيام ما كان لسه مع زوس. فكريتوس بيرد عليه وبيقول له دلوقتي إن هو مع حاله، وإنه أصلا بيدور على ذا سيسترز اوف فيت عشان يرجعوه بالزمن عند اللحظة اللي اتقتل فيها ويرجع عشان يقتل هو زوس. وأطلس الكلام اللي بيسمعه ده بيبقى جاي على هواه عشان هو كمان بيبقى مش طايق زوس عشان اللي عمله في التايتنز زمان. فبيطلع كريتوس قدام القصر اللي فيه المعبد اللي ذا سيسترز اوف فيت عايشين فيه، ورحلة كريتوس في البحث عن ذا سيسترز اوف فيت في بداية نهايتها. المهم ان كريتوس بيدخل جوه القصر وبيبقى شايف بعينه بوابه المعبد، ومش ناقص بس غير انه يقدم القربان المطلوب عشان يفتح بوابات المعبد ويحرر الصقر اللي هيعديه الناحيه التانيه عشان يدخل المعبد. وفعلا بيلف في القصر لحد ما بيوصل لاول غرفه عشان يقدم اول قربان، والبوابه فعلا بتفتح سيكا، والاكسس بعدها بتظهر له على شكل هيلوجرام وبتقول له مبروك يا اسطى، بتفتح له اول بوابه. وكريتوس بيكمل جوه القصر من البوابه دي لحد ما بيوصل للمكان اللي فيه القربان التاني، ولما بيقدم القربان التاني بنشوف بوابات المعبد اتفتحت على الاخر، ومش ناقص بس غير انه يعدي الناحيه التانيه عشان يقابل ذا سيسترز ويرجع بالزمن عشان ينتقم من زوس. المهم ان كريتوس بعدها بينزل تحت القصر وبيحرر الصقر اللي هيوصله الناحيه التانيه، والصقر بيبدا ان هو يظهر لنا من وسط النار وبيطلع على فوق وبيستنى كريتوس والدنيا بتبقى تمام. وكريتوس لما بيطلع عشان يركب الصقر بنشوف الوحش ده بيقف في طريق كريتوس عشان ما يعديهوش، فكريتوس بيكسر له رجليه وبعدها بيفتح عليه الممر اللي هيوصله للصقر وبيصفيه، وبعدها بياخد الصقر بتاعه وبيتجه على اخر نقطه في رحلته وهي ذا تمبل اوف ذا فيتس، وده المعبد اللي فيه الثلاث اخوات ذا سيسترز اوف فيت بنفسهم، وبقى فاضل على معاناه كريتوس خطوه واحده. المهم ان كريتوس بيكمل جوه المعبد لحد ما بيوصل لعرش لاكي سيس، ودي اول واحده من السيسترز اوف فيت. ولما كريتوس بيدخل بنشوف لاكي سيس بنفسها وهي نازله لكريتوس، ولما بتشوف كريتوس بتقول له انه مش هيقدر يغير قدره مهما عمل، وبنفهم من كلامها انها كانت حليفه زوس ضد التايتنز من زمان، وبتبقى عارفه ان جايا هي اللي مسخناه انه يجي لحد هنا، وفي الاخر بتقول له ان قوتها كده كده هي واخواتها محدش هيعرف يقف قدامها، واللي هيفكر يجي على السيسترز يبقى في عمره بيهسترز. فبيقول لها كمان مش عارفه تتكلمي يا بنت لو ديب بتك ديب بيعدمها العافيه. فلما لاكي سيس بتبدا ان هي تدروخ منه بيظهر لنا دي أتروبوس أختها واللي بتقدر تتحكم في الوقت، فبتاخد كريتوس في رحلة للوقت اللي كان بيحارب فيه إيريس، وبتبقى عايزة تكسر السيف بتاع أتينا اللي المفروض كريتوس قتل بيه إيريس زمان عشان لما كريتوس يواجه إيريس ما يبقاش معاه سلاح إن هو يواجهه وإيريس يخلص عليه، وده معناه إن كريتوس مش هيبقى موجود معاهم في الوقت الحالي. فكريتوس بيفضل يدافع عن السيف وفي الآخر بينجح إن هو يسيطر على أتروبوس وبيديها الناحة وبيحبسها هي في الجزء الأول مع إيريس، وبيرجع لنا إحنا بقى على الجزء الثاني. وبعدها الاتنين بيبدأوا إن هم يحفلوا على كريتوس وبيفتحوا البوابات عشان يسحبوه على هناك، بس كريتوس هو اللي بيسحبهم جوه البوابات وبيكسرها وهم جواها، وبكده كريتوس يكون قضى على 2 من السيسترز اوف فيت، مش فاضل غير واحده بس، كلوسو، ودي تبقى الاخت الكبيره والوحش اللي بتحرس مرايه الزمن. فكريتوس بيروح لها في المكان اللي هي فيه وبيربط لها ايديها ورجليها، وبعدها بيطلع لها فوق في الجزء الاخير من جسمها وبيحط الفاس في نص دماغها، وبعدها بيظبط المرايه على الوقت اللي زوس قتلوا فيه، واخيرا كريتوس بيواجه زوس مره تانية في نفس المكان والزمان اللي قتلوا فيه، وزوس بيبقى مصدوم عشان كريتوس قدر يقتل اقوى حلفاء ليه واللي هم ذا سيسترز اوف فيت، والاتنين بيبقوا على اتم استعداد ان هم يقرقشوا بعض، فبيمسكوا في بعض هم الاتنين وبتدور الحكايه وبيطيروا هم بيتخانقوا لحد ما بيقفوا على حلبه عاليه في السماء، وزوس بيفضل يطلع برق ويكبر ويصغر وبتاع لحد ما كريتوس في الاخر بيمسكوا بيبهدل اهله. وبعد عركه طويله دارت ما بينهم هما الاتنين، كريتوس في الاخر بيسيب سلاحه وبيقعد على ركبته وبيقول لزوس حررني من حياتي الابديه، اللي هو قتلني عشان انا مش بموت يعني وبتاع. وزوس بيقول له طب ايه اللي جابك من الوقت كل دوت ولا هي فرهده وخلاص؟ ولما بيمسك السيف وبيبقى لسه خلاص هيموته، كريتوس بيقول له انت صدقت يا اسطى ولا ايه؟ وبيمسكه بيكسر عظمه وبيعلق ايديه في الكرسي ده وبيفضل يدخل السيف في جسمه عشان يخلص عليه، في نفس الوقت اللي اتينا بتظهر لنا فيه وبتقول انه ما ينفعش يقتله عشان زوس هو اصلا اولمبس، وزوس بيقول له انت ابتديت حرب مش هتعرف توقفها. فكريتوس بيسخن اكتر وبيبقى رايح عشان يقتل زوس، بس اتينا بتقف قدامه وبتضحي بروحها عشان زوس، بس وهي بتطلع اخر انفاسها بتصدم كريتوس وبتقول له انه ما ينفعش يقتل زوس عشان زوس في الاساس ابوه. اوبا.
وما ينفعش في اولمبس ابن يقتل ابوه، وهو بيبقى مصدوم لوهله من اللي سمعه، بس بعد كده بيقول لها انا ما عنديش ابهات، ولو اولمبس كلها وقفت قدامي فانا هقتل اولمبس كلها، وان زمن الزعماء اللي زوس مخترعه ده نهايته ابتدت على ايده وبعدها اتينا بتموت. المهم ان كريتوس بعد كده بيرجع لجايا وهو عنده القدره انه يتنقل بين الوقت عشان هو اللي خلص على ذا سيسترز اوف فيت، وبياخد جايا معاه وبيرجعوا هما الاتنين بالزمن لورا خالص في الوقت اللي زوس كان بيحارب فيه التايتنز اللي جايا حكت لنا عنه في نص الحكايه. وفي الاخر كريتوس وهم في زمن الحرب ده بيقول لها احنا ممكن نكسب الحرب بتاعتك دي بس مش في الزمن ده، في الزمن ده هيبقى صعب ان احنا نقضي على زوس عشان زوس في الوقت ده بكامل قوته، وبيقول لها ان الاحسن ان احنا نخلص عليه في الوقت الحاضر لان في الزمن الحالي زوس ضعيف واتينا ماتت وانا ككريتوس معايا السلاح بتاع اولمبس. ومن الاخر كده اولمبس كلها قاعده دلوقتي مرعوبه مني، وبياخدها وبيرجعوا هما الاتنين بالزمن للوقت الحالي. وبعدها بنشوف زوس وهو في القصر بتاعه وهو مجمع الزعماء بتوعه وبيقول لهم ان اولمبس لازم تعيش ونخلص على كريتوس وبتاعه الشويتين دول، في نفس الوقت اللي القصر بيتهز فيه زي الزلزال، وبنكتشف ان جايا وجيش التايتنز كلهم جايين مع كريتوس وطالعين على الجبل اللي فيه اولمبس، وكريتوس بيقول لزوس انا جاي لك يا كافر يا ابن ومش هحلك، وده معناه ان في جزء تالت لازم تستناه. وبتنتهي القصة. وشكرا لو وصلت لحد هنا في الفيديو. فلو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك، ولو عجبك قوي ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، ولو عجبك قوي فعليكوا على الكومنتات بقى بص انا ماشي بعلاج. وما تنساش تتابعني على الانستجرام، هو معلهوش صور بس على طول هناك بنعمل استطلاعات رأي عن الحلقات اللي هتنزل في المستقبل. وبس كده، سلام.